من زمان قوي، من قرون فاتت، الناس بتحكي عن أسطورة اسمها الدببة القاتلة. في ناس بتقول إنها مجرد خرافة عشان يخوفوا اللي يدخلوا الغابة، وفي ناس تانية بتقسم إنها حقيقة. لكن اللي ما فيهوش شك إن أي حد دخل الغابة دي مرجعش تاني. في ليلة شتا بردها يقطع العظم، دخلت مجموعة صيادين جوه الغابة. معاهم شيخ عجوز اسمه عمران، هو الدليل بتاعهم. عمران كان ماشي قدام، وهو كل شوية يديهم نصايح غريبة. لو سمعتوا دب بيئن بالليل ما تردوش، ولو دب عدى قدامكم اعملوا نفسكم مش شايفينه. الدببة دي مش عادية. الصيادين ضحكوا وقالوا احنا جايين نصطاد، مش نسمع حكاوي عجائز. الليل نزل والدنيا بقت هدوء مخيف. فجأة سمعوا صوت أنين بعيد كأنه دب مجروح. واحد من الصيادين قال بحماس: الفرصة جات، صيد سهل، يلا بينا. مشوا ناحية الصوت لحد ما لقوا دب ضخم واقع على الأرض بيتنفس بصعوبة وعينيه مثبتة فيهم. ساعتها عمران صرخ بأعلى صوته: ارجعوا، ارجعوا فورا، ده مش دب عادي، ده فخ. الصيادين وقفوا مذهولين، فبدأ عمران يحكي لهم بسرعة. من حوالي 700 سنة كان في قرية صغيرة جوه الغابة. الناس هناك كانوا عايشين حياة بدائية وغريبة، وكانوا بيعبدوا الدببة. وكان في دب عملاق بيسموه الدب المقدس، شايفينه إله بيحميهم. وفي يوم من الأيام صياد غريب دخل الغابة وقتل الدب المقدس. هنا قامت الكارثة، القرية كلها انقلبت. حاولوا يمسكوا الصياد لكن هرب، وقرروا ينتقموا بالسحر والشعوذة. عملوا تعاويذ على باقي الدببة علشان محدش يقدر يصيدها تاني. بس السحر قلب ضدهم، الدببة بقت وحوش أشباح، وبدأت تقتل أي بني آدم يقابلها، حتى أهل القرية نفسهم. ومن وقتها الغابة اتحولت لمكان ملعون، أي حد يدخلها يختفي. بعد ما عمران خلص كلامه قلوب الصيادين اتملت بالخوف. بدأوا يجروا في كل اتجاه، لكن الظلال حوالين الشجر بقت تتحرك، والدببة الملعونة ظهرت. خطواتها كانت ثقيلة بطيئة لما تبص عليها، لكن أول ما تدير وشك تلاقيها وراك بسرعة رهيبة. واحد من الصيادين وقع في حفرة مظلمة. بص لفوق لقى دب واقف فوق الحافة، عينيه مش عادية، عينيه شبه عيون البشر. مد الدب إيده وخطف الصياد، واختفى هو والدب جوه الضلمة. ما بقاش غير عمران والشاب سالم. جريوا ناحية ضوء باين من بعيد، أمل في الخروج. لكن قبل ما يوصلوا ظهر قدامهم دب ضخم، عينيه سودة بتلمع كأنها مراية شايفة أرواحهم. عمران قال بصوت مبحوح: خلاص يا سالم، مفيش فايدة. أنا أصلا كنت واحد من أهل القرية، حاولت أهرب من اللعنة، لكن دلوقتي دوري جاي. اهرب يا بني، يمكن تلاقي فرصة. فجأة عمران بدأ يتحول قدام عيني سالم. إيديه ورجليه بتتكسر وبتتحول لمخالب، جسمه بيتغطى فرو أسود، وصوته البشري بيختفي في زئير دب مرعب. سالم جري بكل قوته، كان سامع الأرض بترج ورا منه، والدببة بتقرب. الظلال حوالينه كأنها بتتنفس وتزقه ناحية الموت. شافوا نفق ضيق بين الأشجار، اندفع نحوه، بس قبل ما يدخل دب لحقه وخدشه في إيده. قدر يخرج للنور أخيرا. الشمس ضربت وشه لأول مرة من ساعة ما دخل الغابة. بص وراه، لقى الغابة واقفة ساكتة كأنها مجرد أشجار بريئة. لكن جواه كان حاسس العيون لسه بتراقبه من جوه. سالم رجع بيته وهو مصدوم إنه لسه عايش. لكن مع الأيام الأحلام بدأت تلاحقه. غابة مظلمة، دببة بتمشي على رجلين زي البشر. كل يوم يصحى يلاقي إيده بتورم، وكأن مخالب بتنبت من جلده. ولما فهم إن اللعنة انتقلت له كان الأوان فات. قرر يسيب المدينة قبل ما يأذي أي حد. وفي ليلة كتب رسالة قصيرة: اوعوا تصدقوا إن في حد نجا من الغابة، اللعنة بتتنقل. وبعدها اختفى سالم جوه الغابة، وبقى هو نفسه جزء من أسطورة الدببة القاتلة. الغابة لسه مستنية مغامر جديد عنده الجرأة يدخل ويواجه الظلال.